شفت الجيوش وهي بتعمل خير قبل كده؟ في مصر أول ما رمضان بيقرب المصريين بيتحولوا لجيش من المتطوعين علشان ما يبقاش في بيت جعان. كلنا عارفين إنه مع انتشار الإسلام التكافل بقى جزء من حياة المجتمع، لكن في مصر التكافل كان ليه طعم مختلف. المقريزي بيقول لنا إن السلطان الناصر محمد بن قلاوون كان بيوزع في رمضان آلاف الأرطال من اللحوم والدقيق تحت مسمى الجراية، لكن الإبداع الحقيقي كان في الأوقاف الشعبية. المصريين عملوا أوقاف مخصوصة لتوفير لبن الأطفال، وأوقاف تانية لتجهيز العرايس اليتامى في العيد. بس واضح كده إن دي جينات متأصلة جوه المصريين. المصري القديم حول إطعام الناس لمهمة قومية مقدسة. باري كامب في كتابه بيشرح لنا إزاي نظام الشول والصوامع في مدن زي تل العمارنة ما كانتش مجرد مخازن، دي كانت منظومة ضمان اجتماعي بتوزع الحبوب على الناس بالتساوي. المصريين عرفوا الجدعنة وإزاي يسندوا بعض بمكاييل القمح، والبرديات سجلت لنا إن إطعام الجياع كان فرض، لدرجة إن المصري القديم كان بيكتب بكل فخر على جدران المقبرة: لقد أعطيت الخبز لكل جائع. كرتونة رمضان اللي بنشوفها النهاردة هي السلسال اللي مكمل معانا من شون الغلال والجراية المملوكية. كرتونة رمضان بتشيل الحب والخير لكل بيت. قولوا لنا في التعليقات إيه أكتر فعل فيه تكافل وجدعنة شفتوه في رمضان في منطقتكم وأبهركم، واستنونا في حكاية جديدة من أصلها إيه مع بتوع الآثار.